في زمن الحرب العالمية الثانية كانت الحروب لا تنتهي، وكان هنالك عائلة صغيرة ذهب والدهم إلى الحرب، وأصبح ابنه الأكبر سيتا الذي يبلغ من العمر 11 عاما مسؤولا عن عائلته. وكانت المفاجأة أن والده قد توفي في الحرب، وهذا ما أدى إلى جعل حياته أكثر حزنا وألما. وبعد عدة أيام خسرت اليابان الحرب، وحل الدمار وتهدمت القرى بأكملها، ومات الكثير من الناس، وخسر سيتا والدته أيضا بسبب الانفجار. كم هذا صعب عليه! لم يكن هنالك ملجأ آخر يحميه مع أخته الصغيرة، ويقرر الذهاب للبحث عن عمل، لكن الجميع كان يرفض توظيفه بسبب الظروف الصعبة. وصدفة وجد كهفا صغيرا وعاش فيه مع أخته بضعة أيام، وبدأ الطعام ينفذ شيئا فشيئا، وأصيبت أخته بسوء تغذية وفي بعض الأمراض الجلدية، وأخذها إلى الطبيب، لكن الدواء كان غال جدا. وفي هذه الأثناء حس سيتا باليأس والحزن، لأنه لم يكن يملك ثمن الطعام، حتى كيف له أن يدفع ثمن الدواء؟ ولكن النهاية قريبة، فقد فارقت أخته الحياة، وكانت تلك صدمة كبيرة له. وبعد أيام غادر سيتا إلى عالم آخر، عالما بعيدا عن الحروب والعطش والجوع والألم. وكانت تلك قصة حقيقية حدثت مع الكاتب أكيوكي نوساكا. الحروب قاسية جدا ولا ترحم أحدا، وضحيتها الشعب. ما ذنب أولئك الأطفال الذين يموتون؟ وما ذنب أولئك الناس الذين يفقدون أصحابهم وبيوتهم وأهلهم؟ متى يفهم الملوك والرؤساء معاناة الشعب؟ لا بأس، إن الظالمين سوف يلقون المصير نفسه يوما ما.